تعالوا نعمل فراخ مشوية في الصينية في الفرن سريعة كده وفي نفس الوقت طعمها يجنن. قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا بسرعة نشوف العظمة دي كلها اتعملت ازاي. اول حاجة غسلت الفراخ كويس جدا وقطعت الفرخة على 8 قطع، يعني كل ربع على قطعتين، وبعد كده عملت فيها فتحات بالطول كده بالسكينة، والدبابيس بعمل فيها برضو نفس الفتحات، وكمان باجي ما بين العظم واللحم بعمل تنغيزات بالسكينة عشان محلول النقع اللي هعمله دلوقتي يمنع اي دم يكون موجود ما بين اللحم والعظم. بعد كده هحط الفراخ في محلول نقع عبارة عن بولة يكون فيها مية، ونزلت فيها معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، واي توابل حصى تكون موجودة عندك، فلفل اسود حصى، حبهان، ورق لورا، وقرنفل وقرفة خشب، وعصير ليمونة كاملة، وانزل بالقشرة بتاعتها، وحوالي ربع كوباية من الخل، ادوبهم كويس قوي، وانزل بالفراخ واسيبها في محلول النقع مدة لا تقل عن ساعتين. بعد الساعتين اصفيها واسيبها في المصفى، وندخل على الخطوه اللي بعد كده وهي التتبيله. تعالوا بقى نجهز احلى تتبيله للفراخ. جهزت الكبه بتاعتي ونزلت فيها طماطميه كبيره وبصلايه كبيره وفلفلايه خضراء كبيره واربع او خمس فصوص توم كبار، او لو التوم عندك صغير ممكن تحطي 7 8 فصوص كده، عصير ليمونه ومعلقتين كبار من الخل. نيجي بقى للتوابل. عندي طبعا الملح بس انا مش هحدده قد ايه بالظبط لاننا هندوق التتبيله في الاخر، ومعلقه صغيره من كل حاجه هقولها دلوقتي: فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا مدخنه، وكاري، والسبع بهارات، وربع معلقه صغيره من القرفه، ورشه خفيفه قوي من جوز الطيب لو مش حباها ممكن تستغني عنها، معلقتين او 3 كبار من الزيت. واضرب الكلام الحلو ده مع بعضه كويس قوي. وبعد كده انا حسيت ان لون التتبيله فاتح فدعمتها بمعلقه صغيره مليانه من معجون صلصه الطماطم، ورجعت ضربت تاني، وبكده التتبيله تكون جاهزه معايا. قوامها حلو جدا وريحتها هتجنن ولونها مظبوط. انا هنا دقت التتبيله وحسيت ان هي ناقصه شويه ملح. انا كنت حطيت تقريبا معلقه صغيره مليانه من الملح، حسيت ان هي عدبه شويه فزودت لها حوالي ربع معلقه صغيره كمان. وبس كده قلبت الملح مع التتبيله كويس، ونزلت بالفراخ في التتبيله، وبدات ادخل التتبيله في كل جزء من الفراخ وادخلها كويس جوه الفتحات اللي انا عملتها. وبس كده، وغطيت التتبيله. والمفروض كل ما تسيبيها وقت اطول كل ما كانت نتيجتها احسن. يعني لو عملت الخطوه دي من بالليل وبيتيها على رف التلاجة من بالليل كانت تبقى النتيجه احسن. انا كنت مستعجله وما كانش عندي وقت فما سبتها، تقريبا كانت نص ساعه. انا هنا هشيل الفراخ من التتبيله، نقلتها كده في طبق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ريحتها يا جماعه مش قادره اقول لكم تجنن بجد. باقي بقى التتبيله اللي في البوله تعالوا ما اقول لكم انا هعمل بيها ايه. سيب بقى كده الفراخ على جنب. جبت حبتين من البطاطس وقطعتهم كده مكعبات بس سميكه شويه. مش معنى ان انا هعمل فراخ مشويه يبقى ده يمنع ان انا احط تحتيها بطاطسايه كده. قلبت البطاطس في التتبيله كويس قوي، وانا كمني بحب البصل كتير فقطعت بصلايه كبيره كده جوليان، نزلت بيها فوق البطاطس وقلبتها في التتبيله عشان تاخد من طعم التتبيله. الخطوه دي اختياريه، مش حابه البصل كتير ما تحطيهوش. وقلبت البصل مع البطاطس كويس في التتبيله. جهزت بقى الصينيه بتاعتي ونزلت بالبطاطس والبصل في الصينيه من تحت، وفردتهم كويس في الصينيه، والفراخ رصيتها على وش البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. خلصت كده كل كميه الفراخ، وبقيت التتبيله اللي كانت في الطبق مكان الفراخ هنزل بيها على وش الفراخ بالشكل ده. واخر حاجه على الوش معلقتين او 3 كده زيت على وش الفراخ، واقفل الصينيه بالفويل كويس قوي، وادخلها على فرن ساخن مسبقا درجه حراره 200 على الشبكه رف اوسط. هتاخد حوالي من ساعه لساعه وربع. بعد تقريبا ساعة وربع طلعتها وبصيت عليها، لقيتها الفراخ مستوية جدا. بدأت اخد من الصوص اللي نزل من الفراخ واحطه على وش الفراخ، وادخلها تاني الفرن علشان تنشف شوية، واخر ثواني او على الشواية. بس طبعا انا كنت شلت الفويل من عليها وخلاص. في الوقت ده كنت بعمل معاكم مكرونة سريعة كده. رفعت حلة على النار وفيها حوالي 4 أو 5 معالق زيت كبار، ونزلت فيها بحوالي 3 فصوص توم كبار، وبدأت أشوح التوم لحد ما لونه بدأ ياخد اللون الذهبي. نزلت بعصير طماطم، ده كان حوالي كل ربع من الطماطم، ضرباه في الخلاط ومصفياه من القشر والبذر. عاميها بمعلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم لو الطماطم بتاعتك ما كانتش حمرا كفاية. التوابل اللي حطيتها ملح وفلفل اسود وبابريكا، وغطيت ووطيت النار لحد ما اتسبكت.
وبكده كانت الفراخ طلعت معايا واخدت لون جميل. الخطوه دي برضو اختياريه، قطعه فحمه كنت مولعاها عشان اديها طعم الفحم، مش عايزاها خلاص ما تعمليهاش. ودلوقتي كانت الصلصه اتسبكت، وانا كنت سلقه مكرونه، كنت مسوياها 3/4 سوا. اختاري نوع المكرونه اللي انت عايزاه، انا كنت مستخدمه سباجيتي زي ما قلت لكم 3/4 سوا بس، لان هي هتكمل سوا في الصلصه. وقلبتها كده وبكده المكرونه كانت جاهزه معايا، والفراخ كانت خطيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نغرف طبق كده مع بعض ونشوف سوا الفراخ وسوا البطاطس. الصوص اللي في الصينيه ده كان رهيب يا جماعه، مع البصل طعمه خطير. شايفين البطاطس زبده، تحس ان هي كده عامله زي الكريمه. بجد من احلى واسهل الوصفات الفراخ اللي ممكن تعمليها لو كنتي مستعجله. تعالوا نشوف مع بعض سوا البطاطس عامل ازاي. اظن الشكل واضح. تعالوا ناخد بقى البطاطس كده ونحطها جوه الصوص، طعمها بجد رهيب. تعالوا بقى نشوف الفراخ شكلها من جوه عامل ازاي. لونها فاتح جدا، مفيش ولا نقطه دم جنب العظمه. شايفين استوى عظمه الدبوسه بتطلع في ثواني. شايفين لون الفراخ وسواها عامل ازاي، دايبه يا جماعه وطعمها يجنن. محلول النقع هو اهم خطوه قبل ما تعملي اي تتبيله لاي نوع فراخ. كنت بوريكم المكرونه قد ايه مفلفله وسواها مظبوط، وبجد طعمها يجنن. والاحلى من كل ده ان طريقتها بسيطه جدا، مفيش اسهل منها. تعالوا بقى نشوف الصدور كمان. شايفين لحم الصدور عامل ازاي، مستوي ولونه ابيض ويجنن. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه.